ما تيجوا نعمل فطاير سهلة وسريعة وبجد تحفة جدا 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 وهشة وخطيرة وتنفع للفطار وكمان لسحور رمضان. بجد حكاية لازم تجربوها. شايفين حلوة قوي ازاي ولونها تحفة وطريقتها مفيش اسهل من كده. اول حاجة هنحتاج دقيق، حوالي 2.5 كوب دقيق، عليهم ربع كوباية من الزيت، وعليهم معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، ورشة ملح، بياض بيضة والصفار هنشيله، وكمان معانا حوالي كوباية لبن. هنحط كوباية اللبن عليها الزيت والخميرة والسكر والملح وبياض البيضة، ونخلطهم كويس قوي مع بعض. واول ما يتخلطوا كويس قوي مع بعض هنبدأ بقى ننزل بالدقيق واحدة واحدة، وهننزل بالدقيق يعني كله مرة واحدة، وهنبدأ نعجن. ممكن تقدري تعجني الموضوع ده بايدك عادي زي ما انا عجنت، او يا اما في العجان اللي انت تحبيه واللي انت ترتاحي له. انا طبعا عجنت بايديا، انا بحب العجين بالايد اصلا بيبقى حلو قوي. اهم حاجه تعجني كويس قوي 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 لمده ما تقلش عن 10 دقايق لحد ما العجينه تبقى ملسه وتبقى زي الاستك كده بيرفكت. هنعمل ايه؟ هنغطيها وهنسيبها في مكان دافي لمده حوالي 45 دقيقه لحد ما تخمر، وكل ما سبتيها تخمر اكتر كل ما هتديكي نتيجه احسن. كده بعد ما خمرت شويه هبدا اخد منها كور بالشكل ده. هاخدهم كور صغيرين كده بالشكل ده، وهاخد كل كورة بعد ما اخلص خالص هاخد بقى كل واحدة وهفردها بالشكل ده، بشكل تقريبا كده بيضاوي. وطبعا سمكها ما يبقاش تخين قوي ما يبقاش رفيع قوي، يعني سمكها كويس كده. وبسكينة هبدأ اقطع الاطراف بالشكل ده عشان نعمل الشكل اللي احنا شفناه. طبعا تحبي بالشكل اللي انت عايزاه وبالطريقة اللي انت عايزاها. دي بقى كنت حطيت جبنة مزبدة ومعاها بقدونس. طبعا تقدري تحطي الجبنه اللي انت بتحبيها، ممكن تحطي موتزاريلا، ممكن تحطي تشيدر ورومي، اي جبن انت عايزاها تقدري تحطيها في الحشوه دي. وبعد كده نلفها بالشكل ده. بجد سهله وسريعه وبجد حكايه. انا كنت اول مره اجرب التشكيل ده وطلع معايا تحفه من اول مره. نجرب واحده كمان. هنفرد الكوره اللي احنا عملناها، نفردها كويس بالشكل ده بشكل بيضاوي، ونحط. انا بقى هنا حطيت الاول الجبنه قبل ما اقطع العجينه، فحطيتها ولفتها كده مرتين، ورحت واخداها وقطعها بقى، لفتها وقطعتها بالسكينه. اي حاجه بجد بتبقى فظيعه وسهله جدا. وابدا الفها بس كده بقت جاهزه معانا تحفه. عملت طبعا كل الكور بالشكل ده. فاكرين صفار البيض اللي احنا عملناه؟ ما نرموهوش، هناخده وهندهن بيه وش العجينه بعد ما تخمر شويه. لازم نسيبها تخمر برضو شويه عشان تطلع هشه وحلوه. سيبها تخمر حوالي ربع ساعه، يعني مش هنكتر عليها. وبعد كده ندهنها بالصفار البيض ونرش عليها السمسم. ويلا بينا على فرن حامي على درجة حرارة عالية على الرف التحتاني. وكده ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. بجد كان شكلها حكاية. انا كنت بعملها وهموت واكلها مش قادرة. بصوا، اهم حاجة تطلع معانا لون مظبوط وما نسيبهاش تتحرق في الفرن. الفرن يبقى سخن عشان تطلع معانا حلوة وما تنشفش ما تبقاش مكتومة. شايفين الحلاوة والحشوة جوه؟ بجد كانت خطيرة. استناكم تجربوها وتقولوا رأيكم. باي باي.